مع أبونا دانيال الشمعون. سوف نكمل اليوم حلقات القرآن، لا، قواعد الأشورية المعاصرة. أبونا فرجينا شو بجعبتك، تفضل. أيوة خلي أشارككم النص. يلا. أيوة. أنا هقطع الميكروفون عندي مشان يبقى الصوت واضح. ها، جميل. شارككم النص. البان النص، باين النص، ممتاز. أوكي. اللي نروح إلى مكان وقفنا عنده، وهي أيوة كنا هون، كنا نتكلم عن ظروف المختلفة، الظرف. فخلصنا ظرف هذه والشك، شو نسميه، خلينا نرجع، الإثبات والنفي. واليوم راح نبدأ بالظرف التمني والشك. علملتا تسوكايا وتبوشاخا. علملتا وظرف، تسوكايا بتاع التمني، سوكايا، وتبوشاخا، بوشاخا وشك. أوكي، فنجي نشوف هون بهذا الجدول، ناخذ ظرف طوة د. طوة إذا ناخذها هذه طوة بوحدها يجي يعني طوبة، ولكن عندما تدخل بعدها هذه الدال اللي تجي قبل الاسم اللي يليها فتعني معنى ليتة. طود برخنوة أخطيرة. ليتني كنت أطير مثل الطير. طوة برخنوة كنت أطير مثل طير. مثل الطير. خلي أرجع هيك. أيوة، مثل الطير. أوكي. هنا يمكن لازم أسوي أوكي، مثل الطير. الظاهر هنا هو هذا إنجليزي اللي عملها. أيوة أوكي. المهم، ليتني كنت أطير مثل الطير. طودها تبرخنوة، طود برخنوة. أوكي. وعندنا كلمة أخرى لنفس المعنى، وهي كلمة مأخوذة من التركية والفارسية، ما أعرف إيش، كلمة غريبة. تكلد خازن والساونخ. ليت بنفس المعنى، ليت كنت أرى جدك أو جدك. أوكي. خوزي أيضا كلمة أخرى مأخوذة من الكردي بنفس المعنى، نستعملها. خوزي لاها ونوا اتيا. ليتني ما كنت أتيت. أوكي. بعدين عندنا قوما يعني ربما، قوما لا آتي آشور أديم. ربما لا يأتي آشور اليوم، ربما. وعندنا كلمة أخرى أيضا مأخوذة من اللغة التركية، بلكة، نفس المعنى. بلكد، نحط الدال بعدها. بلكد آتي بابوخ أديم. ربما يأتي أبوك اليوم. والآخر هو كهوية وتعني ممكن، من الممكن. كهوية قدمة كهوية لها ويلا شولا. غدا ممكن أن لا يكون لنا عمل.
كهوية ممكن أو من الممكن. أوكي كهوية. هذه هي الضمائر اللي بتاع التمني والشك أيضا. أيوة نأتي على الضمائر الأخرى، ضمائر المقارنة. نعم المقارنة، تقارن الفعل. علملتة بوخامة، مقارنة بوخامة. أخ أول ظرف هو أخ، مثل like as. آها صدر خورتيلا أخ تلقى. هذا القميص أبيض هو مثل الثلج. طبعا أنا أترجم حرفيا كما أنت طلبت، مو بالمعنى العربي الصحيح، ولكن حرفيا هذا صدر القميص، خورتا لأن القميص بالآشوري هو مؤنث لذلك نقول خورتا مو خوارة، لكن بالعربي ما نقول القميص بيضاء، القميص أبيض هو مثل الثلج. مثل المهم هذا مثل أخ مثل. بوش أكثر. بوش سبايلا لا أخلط خليوتا. أكثر نفعا هو أن لا تأكل الحلا. أحسن يعني هي طبعا بوش سبايلا كل هذه ممكن حتى بالعربي أحسن هو أو أحسن لك. فأكثر نفعا هو أن لا تأكل الحلا. أوكي عندنا بوش من كل، الظرف هذا مكون من 3 كلمات. بوش من كل. نينوس اسم، هونانيلي بوش من كل. نينوس ذكي هو أكثر من الكل، أي أنه الأذكى بالعربي. نحن ما عندنا الصيغة، صيغة السوبرلاتيف بهالطريقة، إنما نستعمل بوش من كل. أيوة. نينوس ذكي هو أكثر من الكل. نينوس هونانيلي بوش من كل. هتخة هكذا. خلطة هتخة كبشليلة. هذه الأكلة، شوف هذا كان قبل طعام كتبت فبقت ما غيرتها. هذه الأكلة كيف يا رب راح أروح أشوف أوه أنا أريد أن أصل أيوة أنا أصل أبدل اللغة، أبدل اللغة، ولكن كيف يمكنني ذلك؟ المهم خلي هذه الأكلة هكذا يطبخونها كبشليلة. أبونا لونها بالأحمر مشان تعرف تجد نفسك. نعم مشان ولا بعدين بتضيع أنت. صح. أيوة هكذا حلوة. خلي أقول لك ولا أنت بتبين أكثر. أيوة هذه الأكلة هكذا يطبخونها. هادخ نفس المعنى تقريبا. أنا هادخ مروالي كذلك ممكن بالضبط. أيضا أنا طبعا أنا أيضا بالعربي تكون، ولكن أنا حطيتها تحتها أيضا أنا هادخ كذلك مروالي قلت. هذا نوع من الماضي اللي أخذناه. أيوة. هنا أيوة. هنا حلو إنه بعد ما تقرأ المثل بالترجمة تشوف لنا كل كلمة شو موازي لها. يعني بالاشوري وبعدين بالعربي مشان نحفظ، لأن أنت تقرأ بالاشوري بطلنا نعرف وين صرنا. نعم فهمت علي؟ نعم. مثل ما هلا عملت. صح. أيوة. أيضا أنا هادخ كذلك مروالي قلت. حلو جدا، هيك ممتاز، هيك ممتاز. خهدخ كذا أو بهذه الدرجة يعني. لا هاوت
هتخا كروبة. لا هاود تكن، أو لا تكون، يمكن لا تكون هتخا كذا هتخا يعني كذا كروبة غضوب. لا تكن كذا غضوب، أو غضوب كذا، أو بهذه الدرجة. شايف شلون؟ هي مقارنة يعني، لا تكون كذا غضوب. أيوة. خهادخ نفس الشيء أيضا تستعمل. آشور خهادخ مريالي دليل مصايد قائم من شويته. آشور كذا مريض، يعني بهالدرجة مريض، هو إليه هو دليل مصايا بحيث لا يستطيع. مصايا يستطيع، دليل بحيث لا مصايا يستطيع، قائم أن ينهض، أن يقوم، من شويته، من فراشه. أوكي، إذن آشور خهدخ كذا مريالة مريض هو، بحيث لا دليلة بحيث لا مصايا يستطيع، قائم أن ينهض أو يقوم من شويته، من فراشه. أوكي، هاي انتهينا أيضا من ظروف المقارنة. نجي على ظرف الحال. الملتت أي كنوتة. الملتت أي كنوتة. عندنا سباي جيدا. سرغون سباي بالخاطئ. سرغون جيدا يركض هو، تجي بها المعنى. شفت أنا حطها هيك يعني، ولو بالعربي غير شكل لازم تحطها، ولكن مثلا أو سرغون يركض جيدا لازم العربي، ولكن حتى تعرفون كل كلمة شو مقابلها. سرغون سباي جيدا بالخاطئ يركض هو، وهذا هو الحاضر المستمر بالخاطئ الآن يركض هو يركض. أيوه. الضمير الآخر للظرف الحال هو خربة بشكل سيء يعني. داود خربة نبله. داود خربة بشكل سيء وقع، badly. هذا أيضا goodly لازم يكون. أوكي، نيخا عندنا نيخا ببطء. راديت نيخا بجواجيلا. هذه راديت سيارة، نيخا ببطء، بجواجيلا تتحرك. هي تتحرك، هي تتحرك. أيوة. قويا. شمعون قويا بسرعة بطرايلة يسوق. يعني شمعون يسوق بسرعة، يسوق السيارة يعني. أوكي. مو ضالم. هنا شوف، لما أنا ألفظها هي لازم أقول مؤو، لأنه الواو الضمة هذه عائدة إلى الأليف مو إلى الميم. ميم هي ساكنة هنا، ميم. ولكن في اللفظ دائما حتى باللغة القديمة الآرامية، عندما يكون بداية الحرف بألب وتدخل على إحدى الحروف المختلفة سواء جر أو غيرها، فالحركة الأليف في اللفظ تذهب إلى ذلك الحرف لفظا طبعا. مو ضال، لأن ما أقول مو ضالة ثقيلة صعبة. مو ضالة هي الأصل لازم مو ضالة فأقول مو ضالة. معا يلودة الأطفال، مو ضالة معا مطاؤولنا يلعبون هم الآن. هذا أيضا ماضي حاضر المستمر. مطاؤولنا يلعبون هم. أوكي. عندنا الخودة لوحده. ميخائيل تيلي الخودة. ميخائيل جاء، تيلي جاء، الخودة لوحده. كيف جاء ميخائيل لوحده؟ زودة بالزيادة. الزيادة. يوحنا فلخلة عمل
زودة بالزيادة، يعني اشتغل أكثر من اللازم. يوخنا بلخلة زودة زائد بالزيادة. تمام، تمام أيضا كلمة هي غير أصلية. تمام، تماما يعني أنا نيشا اسم ولد، تمام بدماية للبابة. نيشا تماما يشبه هو أباه. تماما، تمام. طبعا عندنا ممكن بالآشوري نقول تميمائيت بالكمال بالتمام. اوكي، فهذيك غير نوع يكون من الظروف المركبة، راح نجي عليها بعدين. عندنا هذا الآخر تشم الكاف فوقها أو تحتها، ممكن نخليه هذا المتعرج، خط المتعرج. تشم تصير تشم، وهي كلمة طبعا من لفظها ما زال فيها تشيء، هي مو أصلية، ما موجودة بالقديم، ما موجودة، هي ماخذيها نحن من الفارسي. تشم آها بيتا تشم جوريله، جد يعني جد كبير. هذا هذا بيت البيت، تشم جد جوريله كبير هو، هذا البيت جد كبير، جد كبير. هسه دا أشوف أنه يستعملوها قبل، نحن بالعربي ما كنا نستعمل هالصيغة، كنا نقول كبير جدا. اليوم دا أسمع أنا كثير من المذيعين جد كبير، جد عالي، جد فلان. أيوة. تشم فإذا جد. بيت تشم جوريلا، هذا البيت جد كبير هو. أوكي. انتهينا من هذه ظروف الحال. نأتي على النوع الثاني من الظروف، القسم الثاني التي هي ظروف مركبة. هذه كلها كانت ظروف البسيطة، ظروف الاعتيادية. أما الآن ظروف المركبة التي نركبها نحن. فالظروف المركبة علملة، شوف جمع الظرف علملتا يكون علملة، تلغى التأنيث. علملتا هو ظرف يعني على الكلمة، معناه لو تجي حرفيا معنى علملتا الظرف يعني على الكلمة، يعني شيء يضاف على الكلمة. الكلمة هذه ممكن تكون اسما أو صفة أو فعلا كما، وطبعا بالنسبة للظروف هو دائما فعل. الملتا يعني على الفعل، لأنه باللغة القديمة، وهي طبعا المصطلحات هذه كلها باللغة القديمة، ملتا كانت تستعمل للفعل أيضا، كلمة بصورة عامة وفعل بصورة خاصة. مثل اللاتيني فيربوم هو فعل بصورة خاصة وكلمة بصورة عامة. فيربوم دوميني كلمة الرب، تمام، تعرفون أنت والذين يعرفون اللاتيني ما المهم، فقط للعلم. فجمع هو الملة، التأنيث تقع. الملة مركوة، مركبة. مركوة إذا كانت فتحة طويلة واحد مفرد، مركوة مركبة كثيرة. هذه الظروف تصاغ من الاسم أو الصفة بنوعيها، أي الأصلية منها والنسبية، وذلك بإضافة المقطع إيت، هذا المقطع إيت إليها بعد حذف ألف الختام أو ألف البركة التي تسميها أنت. مثل كيانا إيت طبيعيا من كيانا الذي هو طبيعة، كيانا طبيعة، كيانا إيت طبيعيا مركبة. هذا الضرب مركب من طبيعة من كيانا. وراما إيت عاليا من الصفة الأصلية راما عال، راما إيت عاليا من الصفة الأصلية راما أي عال. وشميانا إيت سماويا من الصفة النسبية شميانا هي صفة نسبية معناها سماوي. وفيما يلي بعض الأمثلة راح نشوف هنا بعض الظروف كلها ما نقدر كثير هي. كيانا إيت مية كي جاري من الطخ طبيعيا naturally
طبيعيا كيانايت، مية الماء، كجاري يجري، فمية قلت لك هي دائما جمع في اللغة الآشورية القديمة والحديثة، فلذلك حطينا الفعل في الجمع، كجاري يجرون مو يجري، كجاري يجرون، يجري الماء لكم العربي ما نقدر نقول الماء يجرون، المياه لازم نقول، وهنا طبعا معروف الماء يجري من نفسه اللل فوق الالتخ إلى تحت، أي اللام لتحت يعني إلى تحت. أوكي هذا طبيعيا. ناشائيت إنسانيا humanly، ناشائيت هم زمل مارا إوينجاليون، إوينجاليون هذه لا جمل هي صايرة مثل اللام بالغلط ضرب عني لام، بإوينجاليون إنسانيا، ناشائيت هم زملة تكلم مارا ربنا أو الرب في الإنجيل، إيوانجاليون في الإنجيل تكلم إنسانيا مثل الإنسان. شوتابائيت اجتماعيا، هذه جدي هون خلينا نصغرها حتى أيوة اجتماعيا شوتابائيت. سبايلت هاوخ صير بغداد شوتابائيت، جيد سباي جيد هو أن دهاوخ أن نكون، اللي يجيب تحت أن نكون، دهاوخ هذه الدال هي مقابل بالعربي أن، دهاوخ نكون، هاوخ نكون، أن نكون مرتبطين، صيرة مرتبطين أو مربوطين، بغداد معا. خليه أصغرها حتى أقدر أخليها تحت بعضها. أوكي سباي إلى جيد هو أن نكون، دهاوخ هذه أيضا خلي أصغرها حتى أستطيع أن أنظمها تحت. جيد هو أن نكون، دهاوخ أن نكون، صير مرتبطين، بغداد معا، شوتابائيت اجتماعيا، شوتابائيت. يومائيت يوميا. أربلينا وهو اسم بنت عندنا، أربلينا مأخوذ من أربيل، مدينة أربيل الآشورية. أربلينا يومائيت يوميا، كيمصليا تصلي. أربلينا يومائيت كيمصليا، يعني أربلينا تصلي يوميا، فهي أربلينا يومائيت يوميا كيمصليا. بالآشوري طبعا حط هذا قبل الفعل، يومائيت كيمصليا. متومائيت، احنا شفنا متوم وأزل، متومائيت أزليا، أختي آلها إيت متومائيت، فقط الله موجود، إيت فعل الوجود موجود، متومائيت أزليا. شوف بالإنجليزي مثل ما قلنا مرة أخرى سابقا أنه باللغات الغربية كلها eternally للجمع للأزل وللأبد، أزلي وأبدي، فنحن قلنا لا، نحن في اللغات السامية نميز بين الأزلي والأبدي. الأزلي ما ليس له، ما لا نهاية، ما لا بداية له، وأبدي ما لا نهاية له. متومائيت أختي علىها إيت متومائيت، فقط الله موجود أزليا. المينائيت المينائيت أبديا. مريا المينائيت بيشانيل، الرب أبديا باق هو بيشانيل. أوكي. رخمانائيت بالرحمة أو رحمويا، بس بالعربي ما في رحمويا، نقول بالرحمة. رخمانائيت فخل مارا المغدليتا رخمانائيت، فخل غفر مارا ربنا، المغدليتا للمجدلية، مريم المجدلية، المغدليتا. مغدلا هو برج،
مغدلة كان كلمة محلة البرج، فلهذا مجدلية بالنسبة للمحلة أو القرية هذه. فمجدلية نحن المسيحيين لما تعربنا هذه، فالكلمة هذه كتبناها هيك، نقلناها للعربية ولم نترجمها، لأننا لو ترجمناها كان لازم نقول للبرجية، لأنه مغدلة معناه برج، ومغدليتا البرجوية يعني من محلة البرج برج. للمجدلية رخمانائيت بالرحمة، شوفون هذه الراء راحت بالرحمة، رخمانائيت بالرحمة. أوكي. أمينائيت، أمينا هذه قسم من عندنا أيضا من الشباب الذين تربوا في مجال أو في جو عربي، مثلا في مدن اللي بيها كان قليل الآشوريين واختلطوا بأصدقائهم العرب بالمدرسة بالمحلة وهنا هناك، فكثير مرات يخطئون أمينة، أمين يحسبوها عبالهم أمين يعني بالعربي، أمين يعني إنسان أمين هو عنده أمانة، لا، أمينة بالآشوري سواء قديم أو الحديث معناه دائمي، دائم، مو أمين، دائم. أمينائيت دائما، إيلانا أمينائيت كها بقيخة، هذه الشجرة دائما تكون مزهرة، أمينائيت دائما. زونانائيت، شو أمينائيت من أمينة يعني أمين، يعني دائم، عفوا أنا أيضا خربطت. زونانائيت من زونة هو وقت، زمن. زونانائيت وقتيا، temporally. طيرة، هذا الطير كآتي يأتي لخا إلى هنا، شوف هذه اللام مدموغة مع هي أخا هنا، لخا إلى هنا. قسم يكتبوها أيضا بأليف هنا، ولكن أنا أفضل لأن حتى بالقديم لا تكتب الأليف هذه، لخا إلى هنا، تدمغ لام مع هذه إلى هنا. زونانائيت وقتيا، يعني الطير هذا يجي وقتيا ويروح، ما هو دائمي هنا. هذا الطير يأتي إلى هنا وقتيا أو يعيش هنا وقتيا أو أي جملة أخرى. المهم أنا اختاريت هذه الجملة. كالشرائيت بنشاط. داود كي مكمل يتمم، الشولة عمله يكمل، مكمل يتمم الشولة عمله. كالشرائيت بنشاط، كالشرائيت. بريشائيت بشكل خاص، شوف بريشا قلنا الفريسي أو المفروس، فرس، براشا يفرز فرزا يفصل فصلا. بريشائيت بصورة خاصة يعني مفروزة مفصولة. بريشائيت. هرمس، بريشائيت، هرمس هو اسم قديم فارسي ونحن نستعمله كثير، عندنا أولاد ناس يسمون هرمس، هو أصله هرمزدا، الإله هرمز. بريشائيت بشكل خاص، كما خبلخ يحبك، هرمز يحبك بشكل خاص. هرمز بريشائيت كما خبلخ. كينائيت بالعدل، كينائيت. آلاء من طبعا كينا هي صفة أصلية، كينا عادل يعني، كينائيت بالعدل. آلاها الله، بت سوف، دائن يدين، العلمة العالمة. كينائيت بالعدل. خميمائيت، ليش أشدد الميم؟ لأنه يسبقها فتحة قصيرة، تسبقها حرف عليه فتحة قصيرة.
خميمائيت بحرارة warmly. دانيال قم قابلني خميمائيت بحرارة، أو استقبلني أو قابلني بحرارة. طوائيت خيرا أو بصلاح بشكل صالح. طوائيت. نيسان اسم أيضا، اسم شهر واسم شخص أيضا، نحن نسمي نيسان كثير، عندنا نيسان يسموهم. نيسان هماشا دائما. كي همزم يتكلم. طوائيت خيرا، يتكلم خيرا. نيسان هماشا كي همزم طوائيت. العربي طوائيت كي همزم. أوكي. بيشائيت بسوء، بصورة سيئة، بشكل سيء. بيشائيت من بيشا هو الشرير، شر سيء. أيضا نستعمل مصطلح آخر للشيطان الشرير، بيشا. وأيضا بليشا إبليس، ولكن بيشا الشرير. بيشائيت بشر، بسوء. مرتا اسم مرتا التي كانت أخت مريم في الإنجيل مذكورة، مرتا، ونحن نستعملها كثير. هم زملة تكلمت. باسخ عنك بصددك، عنك باسخ. بيشائيت بسوء أو بصورة سيئة، بشكل سيء. رامانائيت مركب هذا الضمير من الصفة النسبية رامانا. راما فقط هو عال، رامانا عاليين. رامانائيت عاليا أو بتكبر. هنا لما نقول رامانائيت يعني نقول نستعملها بدل بتكبر، arrogantly. نينور كهمزم أمي رامانائيت. نينور وهو واسم أحد الآلهة القديمة، وهذه كهمزم يتكلم أمي معي رامانائيت بتكبر. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من موضوع الظرف والظروف. إذا عندك سؤال أستاذ سامي ممكن نشوف أسئلة إذا فيه. لا كويس ممكن تكمل أبونا، عندنا وقت كمان. عندنا وقت، فننتقل إلى الفصل الآخر، الفصل الثامن، وهو عن حروف الجر. قديمة سيامة. وبالضبط قديمة سيامة هي نفس معنى اللي عندها prepositions المأخوذة من اللاتيني prepositio. قديمة سيامة positio. أوكي. قديمة سيامة. حروف الجر هي عبارة عن حرف أو كلمة غير متغيرة تأتي مع الاسم أو الضمير الشخصي المتصل، أو حرف جر آخر، أو حرف من حروف الأخرى، سواء حروف الأدوات الربط وغيرها. للتعريف عنه بصورة أكبر، يعني هذه هو راح نشوف الملاحظة أيضا، هذه الحروف لا تتحد مع الأفعال ولا تعرف عنها، وبهذا تختلف عن الظروف. هذه الملاحظة عملتها أنا لما تكلمنا عن الظروف، وقلت راح أكررها في مسبق دائما لاحقا، وهنا أكررها في هذا الموضوع أيضا، أنه حتى نقدر نميز بين حرف الجر، لأن كثير مرات يتشابهون في الشكل. هذه الحروف لا تتحد مع الأفعال ولا تعرف عنها، وبهذا تختلف عن الظروف. الظروف تأتي مع الأفعال وتعرف عنها، ولا تقوم بربط كلمتين أو جملتين ببعضهما، وبهذا تختلف عن أدوات الربط. أما أدوات الربط لأنها التي سنأتي في لاحقا عنها، هي أدوات اللي بيها نربط جملتين أو كلمتين مع بعض. أوكي. أدناه قائمة بأحرف الجر في اللغة الآشورية المعاصرة مع أمثلة على استعمالاتها. أوكي، عندنا حرف الجر مثال على استعمالها في الجملة.
أولا مع الاسم أعطيت أنا في الحالتين، قلنا إما أن تتحد أو مع الاسم أو مع الضمير الشخصي المتصل. أولا مع الاسم جملة أعطي، وثانيا أعطي جملة أخرى عن كيفية اتصالها مع الضمير الشخصي المتصل طبعا، وهذا مقابلها بالعربي. شو يقابلها بالعربي؟ أوكي، نأتي إلى الحرف الأول وهو ب، باء، بيت، أو بي أو بي. أوكي، فنجي الجملة الأولى، شمعون، اسم هذا شمعون بكتاويلي يكتب بالقلم، بقنية، بقنية أو بقلم. شمعون بكتاويلي بقنية أو بقلامة. قلامة طبعا في العربي، قنية هو بالضبط بالآشوري من قديما، آرامي آشوري. شمع بكتاويلي يكتب بالقلم. قلم هو اسم، فهذه جتي مع الاسم باء بالقلم. نأتي على المثال الآخر اللي عند اتصالها بضمير الشخص المتصل. شمع أو شمع، عفوا كتبته غلط، شمع خقر بي. شمعون مدح بي، العربي نقول مدحني، أما نحن بنستعمل باء بي. شمع خقر بي، فشمعون. ليش شمعون؟ أخيقر، أحيقار، ليش مثلا؟ أنا كان بدلتوها بس هي الظاهر بعدين جدي ما عملت، ما حفظتها. أو شمعون أو أي اسم، أو أي اسم. شمعون أو أخيقار، أخيقار، أحيقار. خر بي، مدح بي، أو يكون بك، بيوخ، بيخ، بي، بيا، بيا، بيوخن، بيي. بك، بكي، به، بها، بنا، بكم، بهم. فمع كل الضمائر الشخصية المتصلة، سواء هذه خ، كاف، كي، كا، كي، ها، ها، نا، كم، بهم، هم، أيوه، بهذه الضمائر وبهذه الصفة، بهذه الصيغة تتحد أو تلتصق بالضمائر المتصلة. هذا يتصل، هذا حرف الجر. ملاحظة عند دخول هذا الحرف على كلمة مبدوءة بأحد الحروف الشفوية، يعني التي تلفظ من الشفة، مثل اللي هي ب، باء، م، ميم، ب، باء، باء، م، ما، باء. فهذه حروف تخرج من الشفة، الحروف الشفوية. فمن الأسهل للنطق استعمال بي بدلا من باء، فقط باء، حرف باء، إنما بي بدلا منه لسهولة النطق، وإلا صعبة أن تنطق، لأنه راح تكون الكلمة حرفين يخرجون من الشفة، شفويين. مثلا برناشا كي آخل ببمه، الإنسان. شوف برناشا، أنا قلتها هذه سابقا، ممكن تستعمل للإنسان أو ابن الإنسان، إذا فصلناها مع بعضها، بار على حدة، ناشا على حدة، هناك تكون ابن الإنسان. ولكن عندما ندمغهم مع بعضهم تعني الإنسان. برناشا، ونحن ما نستعمل ناشا لوحده، دائما نستعمل بدله برناشا، الإنسان، لقول الإنسان. برناشا كي آخل الإنسان يأكل ببمه، بدل ما نكون ببمه باء فقط، فصعب الواحد يلفظها، لأن هي أيضا الشفوية، وبعدها أيضا حرف شفوي. لذلك ببمه، بفمه، الإنسان يأكل بفمه. أوكي، هذا أوكي. الحرف الأول، حرف الجر الأول بي، والذي يعني كما نرى لا يعني في العربي، لا يعني في، يعني فقط واسطة، يعني بواسطة بي من. أوكي، دال، حرف الدال أيضا حرف جري يجي، ويعني يخص أو لي. كتاواد للشانيلة، دال هذه هاي يخص اللغة، أو بتاع، هاي قلناها كثير مرات هذه. كتاواد للشانيلة، هذا الكتاب بتاع لغة، دليشانيلي.
أو للغة ممكن العربي، أو يخص اللغة. هذا الكتاب، هذا كتاب اللغة هو. هذا كتاب للشان للغة هو، يخص اللغة. كذلك اتصالها بالضمير الشخصي المتصل يكون كتاب دي له. هذا الكتاب بتاعي هو، دي لي. كتاب دي إله. هذا الكتاب لي هو لي. كذا ممكن بدل أنا ديوخ دي خيلة دي خيلة دي إلى دي هيلة وإلى آخره. كل الضمائر الشخصية المتصلة. يعني هذا الكتاب هو لي، لك هو، لك هو، له لها، أوكي إلى آخره. نأتي إلى حرف الجر الآخر من، أو ممكن نستعمل فقط ميم بدلها. من شميرام تيلا أو سميراميس تيلا أتت من بيت، البيت. أو نقدر نقول مبيت. نستعمل فقط ميم وندمغها مع البيت. مبيت، من بيت أو مبيت، نفس الشيء ونفس المعنى. فهنا في الحالة نحن قصرنا مقطع. مبيت يعني من بيت، يقول مبيت يعني صار مقطع واحد. هذا طبعا تستعمل بالشعر على الأكثر، يعني ممكن حتى يحافظ واحد على الوزن وعلى الشعر وغيرها. يعني هي alternative أو بديل أيضا يستعمل كذلك كثير. أوكي. اتصالها مع الضمير الشخصي المتصل، مثال شميرام أيضا شميريس. شقلة أخذت خا كتاوة. شوف خا كتاوة كتابا نكرة. قلنا نحن الكلمة في الآشوري هي اعتياديا عموما هي معرفة فقط. عندما نريد أن نعمل نكرة يعني شيء غير معلوم نخلي خاء واحد خد. قلناها لما تكلمنا عن النكرة والمعرفة. أوكي. خكتاوة كتابا. نقدر نقول خكتاوة الكتاب، خطأ، ترجمة خاطئة. يجب أن نقول كتابا. خكتاوة مني، أخذت مني أيضا بالعربي نفس الشيء مني. فهذا هاي الإي هو الضمير الشخصي للشخص المتكلم. إي مني. شميرام أخذ كتابا مني. منخ منخ منا منن إلى آخره. منك منك منه إلى آخره. أوكي. الحرف الجر الآخر أخ. مثل هذا أخ ممكن يأتي، قلنا هناك شفنا كظرف. هاي اللي قلت عليه أنه يجب أن نعرف أنه هذه الظروف، في هناك كلمات تستعمل كظرف في جملة معينة وكحرف جر أيضا. هنا حرف جر أخ. ليش؟ شو الفرق بين استعمالين؟ أخ هناك استعملناها للفعل لنعرف عن الفعل. قلنا خوارة لأخ، خوارة إيلة، هو يكون أبيض. فالبياض صفة هذا البياض كانت عائدة للفعل، فهناك كان يلعب دور الظرف أخ. هنا هذا مثل. هنا لا دور الاسم. ليش؟ لأنه يعيد للاسم، يشير إلى الاسم. بيتو خنيلة، بيتكم، مثل بيتكم. بيت، هذا البيت. أخ بيتو خنيلة مثل بيتكم هو، مثل بيتكم. يديدة اسم هو، وطبعا هو صفة يستعمل كاسم علم، يعني ودود. يديدة بزمارة لأغدي. يديدة يغني بزمارة يغني الآن، يغني هو. أغدي مثلي، أخدي مثل آني. في كثير
نحن نتذكر في كركوك مدينتي اللي كان فيها 4 لغات، وكان العربي ضعيف بوقتها، ما كان صار التعريب اللي جماعة البعثيين عملوا عملية تعريب جدا قاسية لمدينة كركوك، لأنه مدينة كركوك تاريخيا كانت أكثر مسيطرة عليها لغة تركية، وذلك طبعا بسبب تسلط العثمانيين الذين جلبوا كثير من التركمان إلى مدينة كركوك ليسيطروا على المنطقة، حيث كان أكثريتهم يشتغلون كمراقبين. كان هناك نقاط مراقبة على الطريق، على الطرق من كركوك إلى أربيل إلى مناطق أخرى، من كركوك إلى مكانة أخرى، فكان يسكنوا بوقتها طبعا قبل 200-300 سنة. فكركوك صارت اللغة التركية سائدة فيها، والتركمانية التركية القديمة يعني. طبعا سنة 61 عندما صارت الثورة الكردية في شمال العراق، وأرادوا أن يأخذوا شمال العراق منذ ذلك الوقت بقيادة ملا مصطفى البرزاني، والحكومة العراقية حاربتهم وقصفت كثير، مئات القرى بتاعهم خربتها، فهاجروا كثير منهم، قسم منهم عبروا إلى إيران أو إلى تركيا، وقسم منهم اتجهوا نحو الجنوب إلى المدن الأخرى، خاصة منها كركوك، وسكنوا في منطقة خارج كركوك وملاصقة لكركوك، بنوا لنفسهم بيوت من الطين هيك، وهناك كمخيم صار لهم، وحاولوا أن يكردوا كركوك، تكريت، عملية تكريت. فحست الحكومة ذاك الوقت، كان أيضا حزب البعث، فكان قاسي جدا، قومي عربي قاسي، فعملت شردتهم وهدمت بالبلدوزرات كل البيوت هذه وطردتهم، شردتهم. فذاك الوقت اتجهوا نحو الجبال وعبروا كثير منهم إلى إيران. هنا كان يريدون يكردون، بس العرب بدأوا عملية التعريب، وعملية التعريب مشت، لأنه الحكومة العراقية كانت هي قومية عربية نازية، مثل ما حكى لي واحد من العلماء السياسة الإيطاليين في وقتها، أنه كان يقول: نحن نعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي حزب عربي نازي، يعني لأنه يعني قومي متطرف للعربية. فعربوا مدينة كركوك، ونجح التعريب طبعا، بس بمآسي كبيرة، حيث أنه كان ممنوع لأي غير عربي أن يسكن أن يملك في كركوك منذ ذلك الحين وإلى المستقبل. الذين كانوا يملكون قبل أوكي، بس لا يملك. وكذلك كل من كان يتخرج من جامعة وهذه مدرسة يريد تعيين، كان لا يعين، ممنوع تعيينه في كركوك، ولو كان من أهل كركوك وكان غير عربي. وإنما أتوا وحاولوا تدريجيا إبدال جميع الموظفين غير العرب بموظفين عرب من مناطق أخرى، شجعوهم، حيث كان يعطون تحفيزات مالية لكل من يريد أو يقبل من العرب من جميع مناطق العراق الأخرى أن يعين في كركوك. إذا حب يعين في كركوك فيعطوه، كان بونus، كان يعطوه تحفيزات، يعني هدايا كثيرة مالية طبعا، حتى يشجعون العرب يأتون إلى كركوك، ويمنعون الأهل كركوك القديمين أنه يتعينوا في كركوك، بهذا أنه كان خطة بعيدة المدى أنه كركوك يغيروها ديموغرافيا. هذا التغيير ديموغرافي طبعا هو أحد الأمور، أحد الظلم الذي مارسوه سابقا في التاريخ القديم أيضا كثير من الملوك. أوكي، فصارت كركوك، فكانت فيها أكثر لغة تركمانية السائدة، وكان بها اللغة الكردية والآشورية والأرمنية أيضا.
كان فيها. وكان اللغة العربية في حين لما أنا كنت صبي، كنت طفل فيها بالخمسينات، كان اللغة العربية ضعيفة، فكنا نعرف عربي ضعيف. كل أهل كركوك كانوا يتكلمون عربية مكسرة نسميها نحن. فكان مثلا يقول هذا مال آني، مثلا يقول هذا تاعي مالي، يقول هذا مال آني. مال آني طبعا عربي مكسر، مال آني. أو هذا من آني، هذا أخذ من آني، مني يعني من آني. خاصة التركمان كانوا يتكلمون هيك. نحن الآشوريين طبعا لأن كان عندنا مع العربية عندنا هذه قضايا مشتركة، فكنا نتكلم أحسن. ولكن هناك نحن أيضا في بعض، أنا أتذكر لما كنت صغير أيضا كذلك كنت أتكلم لغة عربية مكسرة بعد ما طبعا درسنا بالمدرسة وهذه هناك، صرنا أحسن بالعربي. أوكي. شميران شقل أخذ كتابة مني، شميران أخذت كتابا مني. نأتي إلى آخر أخ. قلنا أيضا العفو، هذه أخذنا أخ، أغدي مثل آني مثلا يقول. كنا عن هذه كنت أريد أتكلم ورحنا إلى الموضوع الآخر. مثلا كثير كان يقول فلان يغني مثل آني، مثلي يعني مثلي. أوكي. هل هذا هنا ناسي أنا ترجمها العربي. هل، حتى وأيضا ممكن تستعمل إلى، يعني إلى حد، يعني حد مو إلى شيء، لكن حد، إلى حد هيك، حتى هيك. بولس لا بالغ هل خوشيبة، يعني بولس لا يعمل أو يشتغل هل خوشيبة حتى يوم الأحد. يعني حتى يوم الأحد هو عاطل، هو لا يعمل. بولس لا بالغ لا يعمل هل حتى خوشيبة، حتى يوم الأحد. خوشيبة هو الأحد، وكلمة مركبة من خد شبة بالقديم. خد شبة يعني أحد، الأحد الأول، الأحد بالأسبوع. شبه الأحد بالأسبوع يعني اليوم الأول من الأسبوع معنا. خو شيبة، ترو شيبة، طلعتو شيبة، أربع شيبة، خمسة شيبة، يعني يوم الأول من الأسبوع، يوم الثاني من الأسبوع، يوم الثالث من الأسبوع، يوم الرابع من الأسبوع، يوم الخامس من الأسبوع، خمسة شيبة. وعروتة للجمعة، عروتة. فيقال أنه قبل المسيحية ما يكونوا المسيحيين الآشوريين قدامى ما كانوا يقولون عروتة. يعني عروتة معناها الغروب، الغربة. فايش كانوا يستعملون؟ ليش استعملوا عروتة؟ بعد ما صاروا مسيحيين وقرأوا بالإنجيل بأن الشمس غربت عندما ضربوا المسيح صلبوه، كانت الساعة 12 ظهرا، وغربت الشمس لمدة 3 ساعات. فسمي هذا تيمنا بالمسيح بهذه، سمي اليوم جمعة عروتة، يعني غربة الشمس. أوكي. عروتة. جميل. فبولس لا بالغ هل خوشيبة إلى الأحد. أيوة. شبت هاي مأخوذة من التوراة، لأنه الله سبت شبث على شبث بيوم شويعاية، يعني الله سبت أو ارتاح يوم السابع. فكان يوم السابع، ممكن كان يقولوا يوم السابع. شيبة ممكن كان نسميه سابع بالأسبوع، لكن سمي شبتة نسبة إلى أن الله التوراة الله سكن أو ثبت أو ارتاح من العمل، توقف عن العمل يوم السابع. أبونا، أيوة. يوم الجمعة كانوا يسموه يوم العروبة الكبرى. أيوة. يوم عربت الشمس وعربت. شوف مأخوذة من الأرامي، عربث، عربث يعني غربت.
يوم العروبة الكبرى. هاي وين يعني منو كان يسميها هيك؟ هي إحدى القراءات ليوم الجمعة بسورة الجمعة. ها هاي ما التقينا بها، هاي ما في. بيذكرها أستاذنا في اوكي مقال حلو. أنا قاعد بقرأ فيه. اها كان في إحدى النصوص القرآنية، يعني في إحدى المخطوطات القرآنية، بدل ما يقول يوم الجمعة بيقول يوم العروبة الكبرى. عروبة فهمت عربت. علي؟ ايوه إيه. بالضبط، هي هاي يعني نحن نسميها عروتها، يعني عربثة هي بالقديم. عربثة يعني الغربة، الغروبة، العروبة، الغروبة، يوم الغروبة ايوه يوم يوم الغروب. الغروب، مش هيك؟ ايوه غروب، يعني غروبة. غروب الشمس. غروب الشمس، لأنه الشمس غربت في وسط النهار. ايوه ايوه الشمس كل ايوه يوم ايوه تغرب، بس هذاك اليوم صار شيء خصوصي، شيء ايوه خارق العادة، أنه الشمس غربت كما يقول الإنجيل، أنه الساعة 12 في حين كان بعد بعد وسط النهار. تمام. فهاي عروتاي طبعا أيضا قوس حلو، تجي بعض الأمور أنه نفسرها ونوضحها. أوكي، ولو خارج عن الموضوع، لكن لها علاقة باللغة بهذه بالتسميات. اوكي، فهذا هو شو اسمه، والذي نسيت انه هو، شوف عبرت عليه، نسيت ان اخليه ترجم العربي، مع انه اظن انا يجي بالي انه ترجمتها، ليش ضاعت الترجمه ما اعرف. اوكي، المهم بعدين راح ادخلها. الحرف الجر الاخر هو بين بالضبط مثل العربي بينه، بين وايضا لها شو اسمه اخر بيني. اوكي، راح نجي عليه. إت ياما جرتا، يوجد هناك. ياما بحر، جرتا كبير، بين أوروبا وأفريقيا يعني أفريقيا. يوجد ياما بحر، جرتا كبير، بين أوروبا وأفريقيا. أوكي، نستعملها مع الضمير الشخصي، نقول إت برشنيا بشنة بيني وبينخ، بيني وبينك، بيني وبينخ. يوجد فرق في السنين، بشنة يعني بالعمر، يعني ايش نسميه بشنة في السنين، فأنا ترجمتوها بالضبط حتى واحد يعرف كيف نستعمل. تمام، هو في العمر كان لازم نقول هناك فرق في العمر في السنين، بيني وبينخ، بيني وبينك، أو بينك وبينه وبين آخره من الضمائر الشخصية الأخرى. عندنا حرف الجر الآخر بيت، هنا بالضبط ترجمته بواسطة، ولا بواسطة هي كلمة بالعربي، ولكن هذا بالآشوري هي حرف جر بيت. خشبيلة مشلول، خشبيلة ما نقدر نقول المشلول، ترجمة خطأ. خشبيلة يعني مشلول، مشلول غير معرف. بشلي بسمة، شوفيا بشلي بسمة، شوف هاي الصيغة اللي تكلمت عنها كثير لما كنا نتكلم عن الفعل، أنه صيغة المجهول دائما نحن نركبها من بشلي كحرف بقى أو صار كحرف كفعل مساعد، وزائدا اسم المفعول للفعل الذي نريد أنه نضعه في صيغة المجهول. بشلي بسمة، شوفيا، مو شفا إنما شوفيا. بيد بواسطة مارا إيشو مشيخة ربنا يسوع المسيح، مشلول، واحد مشلول. شوفيا بيد بواسطة، هاي طبعا بالإنجيل احنا مكتوبة وأخذتها كجملة، بواسطة ربنا يسوع المسيح فقط أوكي. مع في حين مع الضمير الشخصي المتصل يكون كتاوى هذا الكتاب، شوف كتاوى الكتاب لأنه ما في قبلها خاء، هو بذات الفعل هو معرف. كتاوى هذا الكتاب، بشلكتيوة كتب، نفس الشيء، بسمة بشلكتيوة مجهول، صيغة المجهول. بشلكتيوة كتب بيد دي،
بيد دي بواسطتي، يعني بواسطة مالي، بواسطة مالي يعني بتاعي، بواسطة ما بتاعي يعني بواسطتي، بيدي. هذا الكتاب كتب بيدي أو ديوخ بواسطتك بديخ إلى آخره من الضمائر الشخصية المتصلة. بيد بواسطة، عن طريق، يد. أوكي. الحرف الجر الآخر إلى بود من أجل، بود. مشيخة المسيح، مشيخة مثل مات، بود من أجل برناشة الإنسان، المسيح مات من أجل الإنسان. هذا طبعا احنا هون ماذا نستعمل ولا نبشر ماذا نستعمل، إنما ماذا نقول شيء اللي نحن يعني اللي ساعد عندنا. المسيح مات من أجل الإنسان، هذا نستعمل بود من أجل. أو أنا كتبت هذه الرسالة من أجلك، أو عملت هذه المداخلة من أجلك. ماذا نستعملها؟ أوكي، فقط أن نفهمها ماذا تعني، كيف نستعملها. أوكي. أنا تيلي بديوخ، نستعملها مع الضمير. أنا تيلي أتيت بود ديوخ من أجلك، ديوخ بود ديوخ يعني من أجل بتاعك، من أجلك يعني بود ديوخ. أنا أتيت من أجلك، ديوخ ديغ دي ديا، من أجلك من أجلك من أجله من أجلها من أجلهم من أجلنا كلهم. أوكي إلى آخره. إذن أنا تالي أتيت بود من أجلك، ديوخ من أجلك، من هاي اثنيناتهم يعني من أجلك. أوكي. نأتي على الحرف الجر الآخر جو، في جو. طبعا يمكن اللهجة العامية العربية قسمناها تقول جوة، العراقي الحين نقول جوة، جو مأخوذة من هاي جو دي. طيرة جو قبس إيله، الطير في القفص، هو في القفص. ما ممكن إذا واحد يسأل يقول زين ما ممكن نستعمل بي؟ لا، بي هناك يعني بواسطة قفص تصير ب، لكن طيرة جو قفص إلى في القفص، هو طير في القفص. وطبعا هذه ممكن نستعمل معها الضمير أيضا، بي مثلا، بيوغ بيا جاوي، عفوا جاوي جاوغ جاوي جاون، في كفة فيه فيه إلى آخره. أوكي. هوني أنا منطي شو اسمه، شفت هالخط هذا، شوف هذا الخط يقول خدعني، عن بالي انه هذا اسم اخر، لا هو نفسه يعني. هنا هذه جملة من هي مثال استعمال هذا الحرف الجر مع الضمير الشخصي. جارك هاوي يجب أن يكون، جارك هاوي يجب أن يكون هاوي. جاون فينا شلامة السلام، يجب أن يكون فينا السلام. شوف معرفة السلام، ليش؟ لأنه ما في قبلها خاء أو خكمة أو شيء، خاء جاون شلامة، فهي معرفة. السلام يجب أن يكون فينا السلام. جاوخ فيك، جاوخ فيكي، وإلى آخره. أوكي. حرف جر آخر هو كس، عنده كس. غزالي رأيته خاق قوانا، هنا غير معرف، خاق قوانا. حجلا غير معرف، فد حجل هو الطير، تمام. حجل هذا الطير الملون، نحن عندنا كثير كان نربي نحن بالبيوت، أنا كنت أربي في البيت دائما، في بيوتنا كان في هذا الطير نربيه، هو من جبلي، طير جبلي هو. وأنا استغربت مرة شفت في إسبانيا في منطقة معينة هذا الطير هو رمز بتاعهم، شعارهم، وتعجبت أنه أنا عبالي ما في إلا في الشرق الأوسط من هذا الطير بالجبال، لكن ظهر أنه في إسبانيا أيضا موجود.
حجل. هذا الطير حجل هذا يكون ملون هيك، منقاره يكون أحمر وخديه تكون بيضاء وحول عيونه فيه أسود وصدره أيضا أسوداني وخط مخطط جناحه فيها أحمر وأبيض وأسود. كل طير جميل. هو هيك سمين، يكون كبير شوية، أكبر من الحمام وكثير هيك متماسك يطير طبعا بصوت، يعمل صوت كبير لما يطير، وما يطير لمسافات كبيرة، يطير ويجلس. وفي الثلج يكون بالشتاء كانوا يروحون يصيدوه، يشوفونه بالثلج ما يقدر يطير، يمسكوه. اوكي. فكان يجون يبيعون بالسوق، كثير يبيعون منه، كنا نشتري ونربيه. وهو طبعا يغرد تغريدة طويلة حلوة هيك تغريدة. وفي ناس محترفين يقدرون يشوفوه يعني بطول وعدد النوتات في تغريدته، يعرفون شو معناها. قسم قليل من الناس عندهم هيك. المهم هذا الطير حجل، بالعربي يظن حجل يسميه. احنا بنسميه حجل. 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 احنا بنسميه احنا حجل. نتذكر من درسنا في هاي كان قرأ حجل. لا، انا كنت كان في انا يعني شفته ببلدي في الجبال. شفت. شفته الحجل. فعندنا كثير مشهور هذا، خاصة في المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، لأنه ما يعيش في المناطق الحارة كثير. ايوه الحرارة يموت هو بالحرارة كثير. ايوه فالمناطق الجبلية اللي بيها أشجار، بيها قبار، يعني يعيش فيه هيك. ايوه صخور، ما صخور. فتشوفوا انه هو على الجبل على صخره معينه واقف هيك معلي صدره ويغرد تغريده طويله وصوت عالي كلش. ايوه جميل جدا، هاي وقفته جميله يعني. ايوه الغرور والتكبر كبرياء. اوكي. غزالي ققوانه، هذا نسميه نحن ققوانه. غزالي ققوانه كس عنده عين دبية بتاع الماء، عين الماء. رأيت حجلا عند عين الماء. زي اللي رأيت حجلا قاقوانا. أوكي. كتاء مع الضمير المتصل يكون كتاوخ كسلي له. عندي هو. كتابك عندي هو. كسلي. كسلي. شوف اللام دخلت بين هذا حتى الحرف الجر والضمير الشخصي. كسلي، كسلو، كسلي، كسلوخ، كسلن، كسلوخن، عنده. اوكي. الكس، اذا كان الكس قبل لام هذه، عندما يكون هناك حركة فنستعمل الكس بدل، ولكن يعطي نفس كلمة مع عند، يعني إلى عند. إذا بالضبط نريد أن ترجمها حرفيا يجب أن نقول إلى عند. فطبعا بالعربي ما نقول إلى عند، نقول عند. ذهبت عند أو إلى فقط، إلى أبيه. فيعقوب نحن هيك نكتبها باء، خلي تحت نقطة تصير واو، وما تلفظ لأنها ساكنة أخيرا، ما في بعدها أيضا حركة. يعقوب زل ذهب، زل الكس إلى عند بابه أبيه، إلى عند أبيه. ذهب إلى عند. فبدلا من كيس فقط نستعمل الكيس. ليش؟ لأنه ذهب في حركة إلى أبيه، إلى عند أبيه. أوكي. قا أو لي، قا إلى أو لي. تميمة، اسم تميمة. بزالل يذهب هو، يذهب هذا صيغة الحاضر المستمر. بزالل يذهب المدرسة، إلى المدرسة. مع الضمير الشخصي. شموني، اسم شموني يعني مونيك. زنة اشترت. صولة أحذية. نحن ما نستعمل أبدا
حذاء كوحدة، هي صولت وحدة، هي حذوة يعني مؤنث، ولكن عادت دائما صولة، لأنه أحذية هي دائما زوج، هم اثنين مو واحد، أكثر من واحد. فصولة أحذية. قا برونة لابنها نينب اسم، أيضا اسم ولد لابنها. اوكي لأنه إنجليزي فلذلك كتبت. أوكي شموني زونا، شموني اشترت صولة أحذية قبرونة لابنها نينب اسم ابنها. أوكي أو لي إذا كان مع الضمير الشخصي نقول جوريئيل، جبرائيل نقول جوريئيل، نلينها الباء ما نقول جبريئيل، جوريئيل. طبعا بالغربي يقولون جبريئيل، أما نحن الشرقي سواء قديم أو الحديث أشوري نقول جوريئيل جبرائيل. موتيلة جلبة، جاب ويا جلبة. خكتاوى، شوف هنا نكرة، كتابا خكتاوى. قالي يعني لي، إلي بالضبط، إلي لي. جبرائيل جلب خكتاوى كتابا قالي لي. قالخ لك، قالخ لك وإلى آخره. قالي. شوف دائما اللام تدخل بين الضمير وبين هذا حرف الجر، حتى مثل ما تدخل بين الضمير أو الضمير الشخصي والفعل أيضا. على كتاوى الباتوريلي، الكتاب على المنضدة هو. كتاوى الباتوريلي، كتاب على المنضدة هو. خاكيبة حجر غير معرف، ما زال قلنا خا قبلها حتى لا تكون معرفة. حجر مبل سقط عليه، الله هذه يود، هي يود، هذا الضمير الشخصي للشخص الغائب الجمع، عليهم. حجر سقط عليهم، الله تصير الله. ليش هذه فتحة جدي؟ لأنه من متطلبات الضمير الشخصي كما شفناها في بداية فصل الفعل. الضمير الشخصي المتصل يأخذ دائما قبله، يجب الحرف الذي قبله أن يأخذ فتحة قصيرة، فالله حجر سقط عليهم، اللي علي، الله عليك، الله عليك وإلى آخره. قاطو القطة، قاطو هي دائما نستعمل بهذه الصيغة المقصرة أو المجزومة بدل قاطوتة. قسم يستعملون قاطوتة ولكن صيغة طويلة شوية، هذه دائما نستعمل قاطو يعني القطة. قاطو توتيلة جالسة هي، القطة جالسة هي. تخت كرسي تحت الكرسي، تخت أو خت، هذه نعملها ممكن نقول تخت أو نقول خت فقط، أن نسكت التاء الأولى. خت كرسي تحت الكرسي، تحت. مع الضمير الشخصي يكون برستا، هذه الفرشة، فرشة يعني شيء نفرشه، ماكو يعني زولية أو شو نسميها ولا لا سجاد أو هذه برستا. برستا متيم لا خوتوخ، خوتوخ. هذا الضمير خن هو الضمير الشخصي للشخص المخاطب الجمع خن، والحرف الذي يسبقه هنا يجب أن يأخذ ضمة مفتوحة، خوتوخ، خوتوخ.
برستا متيمة، هذه هذه برستا الفرشة، متيم له ضعوها. شوف دخلت لام بين الضمير والفعل هنا، وفعل أمر هو متيم له، متيم له ضعوها خوتوخ تحتكم. الحرف الآخر هو عم، ما أعرف إذا صارت ساعة أو نقدر نشوف إيش قد باقينا، باقي شوية نكمل الأحرف هذول بعدين بنوقف شوي. إيه عندنا مع لوقا اسم كآزل يذهب الشولة إلى العمل. شوف الغاء، هاي غاء بس هي مسكتة، الشغلة شغل، الشولة إلى العمل. مع خورة صديقه، هذه خورة هي هو صديق، خورة صديقه. نينوس فعل اسم. فإذا لوقا يذهب إلى العمل أو إلى الشغل للشولة. مع صديقه نينوس. إذا استعملنا الضمير الشخصي بدل الاسم نقول قرياقوس وهو اسم عندنا، وهو مأخوذ طبعا من اليونانية كيرياكوس، معناها يوم الرب. قرياقوس معناه الأحد. نحن عندنا خوشابة أيضا كاسم من أحد، خوشابة أحد، فعندنا اسم خوشابة يعني الأحد. ويقابلها باليوناني كيرياكوس، اسم الرب معناها الأحد، لأنه هو اسمه هو يوم الرب، عفوا يوم الرب. كوس كيرياكوس، كيريا هو الرب، كوس هو الاسم. اليوم باليوناني نحن مسيرنيها أو مؤشريها، سويها قرياقوس، نحفظها قرياقوس كيرياكوس. كي يلعب، كي مطاعل يلعب. شوف الكلمتين هذه، كم طاعل وحاضر الاعتيادي، كم طاعل يلعب الكرة جتا عمن معنا، معنا أمن. هذا النون هذه هي الضمير الشخصي المتصل للشخص المتكلم الجمع، نحن أنا. في العربي قابلها نون أليف، هنا عندنا فقط نون. قرياقوس كي مطاعل يلعب جتا الكرة أمن معنا، أمي معي، أمخ معك، أمه معه، وإلى آخره. بار بعد موشي موسى ليدالي مولود هو بر توما، بعد توما. موشي ولد اسمه موشي، نستعمل احنا موشي ليدالي، ما نقول موشي مثل العبري، لا موشي، لأنه باللغة الآشورية حقيقة ما في أكسنت، يعني نقول موشي، لا موشي. المقاطع كلها لها نفس الزمن الموسيقي، لها نفس الوزن الموسيقي، مقاطع موشي. ليدالي مولود هو بار بعد توما. وتوما شوف شلون تنكتب، تاء ساكنة أليف واو، تأوما، ولكن ما نقول تأوما مثل ما قلت لك سابقا، أنه دائما لما يجي في حرف ساكن قبل أليف متحركة، فحركة الأليف في النطق وليس في الكتابة تذهب إلى هذا الحرف. قلت توما، من قلت أوما، وهو يتأوما من تآما الذي يعني توأم. فتأوما توما، كلمة توما للذي لا يعرف تعني التوأم. توما، وهو اسم توما كان اسم أحد تلاميذ المسيح، توما الرسول. أوكي. مع إذا استعملنا هذا الحرف الجر مع الضمير الشخصي يكون أخونخ أخوك، مطيلة وصل، باري بعدي، هذا هي الضمير الشخصي، أنا وهي نفس الشيء، باري
بار تصير باري، بعدي، بعدي. بارخ بعدك، بارخ بعدك، باري إلى آخره من الضمائر الشخصية المتصلة. هنا بعدين الضمير الحرف الآخر قام، قبله، قام. الدال هذه مسكتة. بالقديم هو قدام. الحركة الفتحة الطويلة هي على الحرف الثاني دال. أما في الحديث المعاصر، الشوري المعاصر، فالحركة الدال هذه نزيحها إلى الأول إلى قام، ونسكت الحرف الثاني دلث فيكون قام. توما مطيلة قام آشور. توما وصل مطيلة قبل آشور. هنا بعد آشور، هنا قبل آشور. أوكي. وإذا استعملنا الضمير الشخصي فنقول داود قم مني له. داود قبلي. ليش قبلك؟ قبلي. شو هذه؟ ليش غلط هيك؟ قبلي حطيتها هون. داود قم مني له. داود قبلي هو، مو قبلك، قبلي هو. اللي يعمل فد أعمل وهذه أجيبها هون فأتجنب الكتابة. بهذه الطريقة سوف أحل هذا الإشكال. داود قبلي قم. قم مني. خلي زي هيك. هالكلمتين هي تقابل هذه. قبلي قم مني، قبلي إليه هو، قبلي هو، هيك نحن نقول. أوكي. فقم منه، قم منه، قم منه، قم مني، وإلى آخره. يعني قبل مني. فشوف دائما نستعمل الحرف الجر مع الضمير الشخصي، ولكن بالعربي قبلها معناه قبلي، قبل آني. عندنا شو اسمه الحرف الجر الآخر هو أو يا. نستعمل هو الأصلي ويا أيضا أخذناها من العربي نستعملها. أو يا نفس المعنى. مريم راخم الله. يا رب مريم يا رب مراخم الله ترحم علي. مراخم الله. استعمل المنادات ولا يأتي مع الضمير. ما نقدر نقول أو حتى بالعربي. مريم راخم الله. أيها أو يا رب مراخم الله. منادى. بالهاء معها هي بالعربي. منك يا موتى. منك أيها الموت. التشكي. منك يا موت. منك يا أيها الموت. بعدين واي، هذه اللي جت كثير بالقرآن. ويل. واي الناشا ليبانا. ويل للإنسان الماكر. واي الناشا ليبانا. شو حتى هذه بدل الشرطة أنا رايح أصبعي على الزر اللي بتاع الكسرة أو الكسرة الطويلة الغربية، لأنه في عندي هنا في هذا البروجرام. أوكي. ويل واي للإنسان. هذا كان يقوله أستاذ لوكسمبورغ. هي ويل هي لي، لا مع لام، هي هاي اللام. فهنا نستعمل مرتين لام بالعربي. ويل للإنسان. واي الناشئ. أبونا احنا عندنا بالعربي احتفظت بوي لكم. وي لكم. اوكي. هذه بالضبط مثل
الاشوريه والسريانيه. بالاشوره ويل، اما ويل للانسان مثل ما بتقول، اما لما بتيجي مع الضمير بتصير ويلكم، ويلنا، ويلهم. ويلهم ويلهم. فهي بترجع أنا جيت. لاصلها الوي. نعم. هنا شوف أنا أستعمل مع الضمير يكون واي الله، نحن ما نستعمل لي ولكن علي. واي الله، ويل علي مو ويل لي. ايوه واي الله أنا خطايا، ويل لي أنا الخاطئ، ويل علي أنا الخاطئ. هناك صيغة أخرى هنا نقول وايا، وهي صيغة المطولة للواي، وايا. مع الوايا تستعمل في اللغة القديمة كثير، تجي اللام، وايا ليهودا، ويل ليهودا، يهودا يعني تلميذ المسيح اللي خانوا ليهودا. فكثير عندنا بالصلوات ويل يهودا، وايا ليهودا، وايا يهوين ليهودا كلهين شرواثة. الويل يعطونا ليهودا جميع الأجيال، تعطي ليهودا جميع الأجيال. هو لأنه سلم ربه، خان ربه. أوكي، واي الله أنا خطايا، واي الله ويل لك ويل لك. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، الحروف الجر، وهنا نتوقف على أمل أنه يكون في الحلقة القادمة. نتوقف دقيقتين، ناخذ راحة دقيقتين ثلاثة، ونرجع بعدين لأدوات الربط. نعم. مش هيك أبونا؟ نعم، أدوات الربط. يلا خد راحتك شوي، أنا حقطع أيوة.